حبايب قلبي الحلوين، ازيكم واخباركم؟ النهارده يا بنات هنعمل احلى غدا ليوم الجمعه. غدا جميل جدا وخفيف. بصراحه انا عجبني جدا الفيديو لان لقيت سبانخ في السوق، فقلت لا طالما في سبانخ في السوق بقى نلحق نعمل منها كمان مره قبل ما تخلص، لان طبعا السبانخ اكله شتويه ومن الاكلات الجميله جدا. وهنا زي ما انتم شايفين يا حلوين انا جبت معاكم الفرخه بتاعتي ونضفتها ونقعتها في ميه وخل وليمون وطحينه، وكانت 10/10 عشان كل الزفريات اللي فيها بشيلها وتبقى نضيفه معاكم 10/10. وبحط زي ما انا معوداكوا قرن الفلفل والطماطمايه والبصلايه كده، بنزل بيهم على الفرخيه بتاعتي واسيبها تتشوح مع نفسها قبل ما احط عليها ميه ولا اي حاجه. ونحط طبعا شويه فلفل اسود وشويه كمون عشان الزفاره اللي في اللحوم بتروح، يعني زفرات الفرخه بتروح، بتبقى معاك 10/10 زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. وغطي عليها بقى واسيبها تتشوح مع نفسها كده، بتطلع معاكي حاجه لوز اللوز. والله يا بنات عن تجربه تبقى جميله جدا. ورق اللورا طبعا مش ننساه. وغطي عليها بقى وسيبيها على النار هاديه. النار الهاديه دي بتخلي معاكي اللحمه تستوي وتدوب من غير ما تتهري، بتبقى حاجه 10/10 زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. ولوست معانا عندي هنا، متنساش تحط اللايك، حط اللايك، احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين. شايفين طبعا الميه اللي نازله منها دي ميتها هي، انا كده ما حطيتش ميه خالص لسه يا بنات. وما شاء الله هتستوي على ميتها كده، بتبقى جميله وبتبقى ريحتها حلوه وطعمها حلو، طعم الشوربه بتاعتها حلو. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. انا هنا بقى غطيت عليها وسبتها الناحيه التانية، وقلنا نجهز بقى الخضار بتاعنا السبانخ الجميله اللي احنا طبعا اول ما شفتها في السوق ما ترددتش ولا لحظه، قلت لا انا لازم اجيبها لان انا من عشاق السبانخ والبيت عندي كله بيحبها. طبعا السبانخ لا غنى عنها، كلها فوائد وكلها فيتامينات وحاجه 10/10. طبعا الحديد مهم جدا جدا لينا ولولادنا. زي ما انتوا شفتوا يا حبايبي، حطيت البصلايه وشويه زيت، ونزلت عليها برشه الملح اللي انا معوداكم عليها عشان ريحه البصله ما تخنقش حد في البيت، تحس ان ريحه البصله تبقى خفيفه. وبعد ما اتحمرت كويس نزلت عليها عصير الطماطم بتاعي اللي انا كنت مجهزاه، والملح والفلفل الاسود والكمون، واسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها كده ما تتسبك. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين التسبيك 10/10. وطالما عملت بقى دي معاكم كده، دي معنى كده ان هي الصلصه بتاعتي استوت وبقت 10/10. وكنت مخرطه السبانخ الجميله الفريش. انا اسفه لو في حاجه وقعت على البوتاجاز لان انا بتعامل بايد واحده، لقيت تاني ماسكه التليفون، الحامل بتاعي اتكسر. ادعوا لي اجيب حامل جديد يا بنات. انا ما بحبش اغطي السبانخ بتاعتي عشان ما تسودش على طول، بسيبها مع نفسها كده شويه. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله لونها اخضر وجميل. وعملنا شويه سبانخ 10/10 والفرخيه بتاعتنا وشويه رز، والشوربه طالعه جميله ازاي ولونها حلو وتقيله. وكان احلى غدا، حاجه 10/10. اتمنى طبعا يا بنات الفيديو يكون عجبكم، متنسوش اللايك يا حبايب قلبي، واشوف وشكم على خير يا رب. مع السلامه.